عمرك شفت طفل مولود الرئه بتاعته ما اكتملتش؟ طبعا سهله يا دكتور، ما احنا شفنا حوامل كتير يعني، حتى لما بتيجي تولد بدري شويه يومين ولا حاجه الدكتور بيدي لها حقنه الدكس عشان الرئه بتاعه الطفل تتكون. ايوه كلامك صح، بس للاسف مش دي الحقيقه الكامله. انا عايز اقول لك ان حتى الاطفال اللي بيتولدوا في الميعاد بتاعهم وحتى اللي مش بيحتاجوا الحقنه دي برضه الرئه بتتكون لسه ما اكتملتش. يعني الطفل اصلا في مراحل في تكوين الرئه بتاعته وهو لسه جنين، وبتتكون المراحل دي في اخر قبل ما يتولد، وكذلك في مراحل تانية بعد ما يتولد. يعني الطفل بيبدأ الرئة بتاعته تتطور عشان الوظيفة بتاعة الحويصلة تاخد هواء تتشبع بالأكسجين وتقدر تتعامل كده وتبقى كويسة، بتاخد لها حوالي سنتين بعد الولادة. ايه ده؟ سنتين الطفل لسه بيتكون في الرئة؟ مش بس كده، ده بعد السنتين لحد سن ال 18 سنة الوظيفة بتبقى اتكونت، بس الحجم بتاع الرئة بيبدأ يكبر والقصبة الهوائية والشعب الهوائية عشان توصل بالحجم بتاع الكبار عند سن ال 18 سنة. يعني الطفل بيمر بمراحل تكوين في الرئة لحد سن ال 18 سنة. هو لحد 18 سنة ده لسه طفل؟ لسه طفل. ما بالك بقى الطفل ده لو هو داخل عمليات. عشان كده التخدير لازم يبقى متناسب على حسب عمر الطفل. يعني لما بنيجي نتعامل مع الطفل اللي عمره شهر مش زي اللي من عمره من شهر ل3 شهور، مش زي اللي اكتر من 6 شهور، مش زي اللي عنده 18 سنة، مش زي الكبار. يعني لحد 18 سنة الطفل بيتم معاه تعامل خاص بفريق متخصص عشان يقدر يهتم بالتفاصيل الدقيقة دي، فبيقلل نسبة المضاعفات وما نخافش من التخدير الكلي زي زمان.